هل إسرائيل هي من بني إسرائيل ومن قوم موسى عليه السلام ولا لأ؟ وده هنعرفه دلوقتي. هات مشروب بتاعك وتعالى خليك معايا واعرف الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تعالوا نرجع بالزمن سنين طويلة قبل ولادة موسى عليه السلام. وقتها كان بني إسرائيل عايشين في مصر، شعب ضعيف مظلوم اتسحب منهم كل حقوقهم. كانوا بيشتغلوا من الفجر لليل في بناء المدن والقصور وتحت عين فرعون اللي ما يعرفش رحمة ولا عدل. الظلم كان مال الدنيا وأصوات الناس الغلابة بتتكتم تحت صوت الجنود. لكن في عز العتمة دي ربنا كان بيجهز لأعظم حدث، مولد نبي هيتغير بيه تاريخ أمة كاملة. كان في بني إسرائيل أهل بيت الأنبياء الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، دخلوا مصر مع النبي الكريم يوسف عليه السلام وهم 86 نفس. لكن بعدين جه فرعون جديد اسمه رمسيس الثاني. ده كان كافر متجبر، قال عن نفسه ما علمت لكم من إله غيري، واستضعف بني إسرائيل وقال أنا ربكم الأعلى، وقتل أبنائهم واستحيا نسائهم. في الظلام الدامس ده كانت أم موسى عليه السلام حامل بالنبي الكريم، خايفة تموت، لكن ربنا أوحى لها بالوحي أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما حضرت الولادة عملت كما أمرها ربنا، حطت موسى عليه السلام الطفل المبارك في تابوت خشب ورمته في النيل، وأخته مريم قعدت تتتبعه بعينيها لا تفارقه. التابوت وصل قصر فرعون، الجواري شافوه في النيل، قدموه لزوجته آسيا السيدة المؤمنة العابدة اللي كانت مبغوضة لفرعون. لما شافت موسى عليه السلام في التابوت قالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فرعون قال قرة عينك، لكن لو قال قرة عيني كان هيموت. موسى عليه السلام بقى يعيط عاوز يرضع، رفض كل المرضعات اللي جربوها عليه. أخته مريم جت قالت للجواري أنا عارفة مرضعة صالحة، رجعوه لأمه بإلهام رباني. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، وعاشت أم موسى مطمئنة. لما شاب النبي الكريم وربنا علمه الحكمة، دخل المدينة يوم السبت لما كانت فاضية من الناس، لقى رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل والتاني من أعدائهم المصريين. موسى عليه السلام دافع عن رجل بني إسرائيل، دفع المصري دفعة بسيطة بالغلط ومات. صدم النبي الكريم واستغفر ربه توبة نصوح، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وغفر الله له إنه هو الغفور الرحيم. بكرة الصبح لقى نفس الرجل الإسرائيلي بيتخانق مع مصر تاني. لما موسى جه يفض بينهم قال له المصري عاوز تقتلني زي ما قتلت بالأمس؟ موسى عليه السلام عرف إن الخبر انتشر في المدينة، فجاءه رجل مؤمن من آل فرعون مسرعا يحذره الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. موسى عليه السلام هاجر ماشيا على قدميه حتى دمت رجليه وتقطعت نعاله، كان بياكل ورق الشجر من الجوع، وهو بيسير قال ربي نجني من القوم الظالمين، وهاجر لمدين. وصل موسى عليه السلام مديان، لقى بئر المية فيها ازدحام شديد، شاف بنتين بيبعدوا غنمهم عن المية من الحياء. سألهم موسى عليه السلام ليه ما بتروحوش السقاية؟ قالوا له بابونا شيخ كبير ومش عاوزين نزاحم الرجالة. موسى عليه السلام سألهم المية بنفسه، وراح يستريح تحت شجرة ودعا ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جات له أخته بتتحيى وقالت له بابا بيديك أجر على سقيتك. راح لمعشر النبي الله شعيب عليه السلام، بنته الحكيمة قالت لأبوها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الشيخ عرض على موسى إنه يزوجه أحد بناته مقابل عمل 8 سنين، لو كملت 10 سنين أحسن، وقدر له فيها الخير كله. بعد ما خلص موسى عليه السلام المهمة واشتاق لأهله، رجع مصر مع زوجته. في الطريق تاهوا في الصحراء، لقى نار من بعيد، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وصل للنار لقاها في أصل شجرة مباركة، وإذا بالنداء الإله العظيم يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك في الوادي المقدس طوى. اختاروا الله سبحانه وتعالى رسولا من أولي العزم وأعطاه معجزتين، العصا بتتكرر لحية تسعى،
واليد البيضاء إذا أدخلها تحت إبطه. موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني، وطلب من ربه إنه يبعت معاه أخوه هارون نبيا، فأجابه ربه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. جابوا موسى وهارون عليهم السلام لفرعون بأمر ربي: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون قال لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا؟ موسى عليه السلام رد بقوة الإيمان: وتلك النعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. فرعون قال: ده ساحر عاوز يخرجكم من أرضكم. جابوا 40 سحرة. موسى عليه السلام حذرهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. لما ألقى موسى عليه السلام العصا وتحولت لثعبان هائل، السحرة سجدوا لله وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. غضب فرعون وهددهم: هقطع إيديكم ورجلكم من خلاف وصلبكم، لكنهم ثبتوا على إيمانهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وماتوا شهداء. أرسل الله على فرعون وقومه 9 آيات: القحط والسنين، نقص الثمرات، الطوفان، الجراد، الأمل، الضفادع، الدم، كلها تصيب المصريين ولا تصيب بني إسرائيل. كل مرة يجوا لموسى عليه السلام: ادعوا لنا ربك. لما يرفع البلاء ينكثوا العهد ويكذبوا. الهجرة العظيمة وغرة الطاغية. بعد معجزة الدم، فرعون رضخ وقال: اخرج ببني إسرائيل. 600,000 خرجوا ليلا. فرعون ندم واتبعهم بجيش العرمرم. وصلوا البحر الأحمر. بني إسرائيل خافوا وقالوا: إنا لمدركون. موسى عليه السلام كان ثابت اليقين: كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله لموسى: اضرب بعصاك البحر. انشق البحر واتعمل طريق يابسة بين جبلين من المية. عبر بني إسرائيل وفرعون نزل وراهم. لما خرجوا من الطريق في البحر، أغرق الله فرعون وجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده فغاشيهم من اليم. وهو بيغرق نطق بإيمانه: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجسده طلع آية للعالمين. بعد النجاة لقوا قوم يعبدون أصناما. بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلب النبي الكريم انفطر، قال: إنكم قوم تجهلون. ذهب موسى عليه السلام لجبل الطور 40 يوم ليتلقى التوراة. في غيابه جمع السامري الذهب اللي استعروه من المصريات، عمل عجل، وبعد ما نفخ فيه العجل بقى يصدر صوت خوار. الناس قالت: هذا إلهكم. هارون عليه السلام ينهاهم: إن ربكم الرحمن، لكنهم رفضوا. رجع موسى عليه السلام غضبان أسفا. سأل أخاه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ هارون: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. سأل السامري: ما خطبك؟ قال: بصرت بما لم يبصروا. موسى عليه السلام حرق العجل ورماها في البحر، والسامري أصابوا داء العزل والنبي. بعد التوبة اختار موسى عليه السلام 70 رجل من الصالحين، لكنهم طلبوا رؤية الله فأصابتهم صاعقة. دعا موسى عليه السلام فأحياهم ربه. أمروا بدخول بيت المقدس، لكن بني إسرائيل رفضوا: فيها قوم جبارين. فكتب عليهم التيه 40 سنة في الصحراء. كان معاهم الغمامة تضللهم، والمن والسروة يهبط من السماء، و12 عين مية من الحجر. مات هارون عليه السلام، وبعد ما خلص 40 سنة مات موسى عليه السلام كليم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دفن عند الكثيب الأحمر على الطريق إلى القدس، حوالي 12 كيلو متر من القدس. موسى عليه السلام كان كليم الله رغم تأتأته، رغم قتله بالغلط، رغم كل الابتلاءات. ربنا اختاره وقواه وهداه. وفرعون درس لكل طاغية إن النهاية محتومة. سبحانك ربي، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. افتح الصندوق وشوف اللي جواه، حكايات تلمس القلب، مش بس حكاوي في الهوا. هنا كل قطعة بتحكي زمن، فن وثقافة، من قطار قديم صنع الثورة لآلة عود عزفة حلم ودرويش بيدور في حضرة الله. أنا سيد التركي، بحكي من غير حدود، معلومة تفيدك في ثقافة، في فن، في تاريخ. كل يوم حكاية جديدة، تستنى بس تفتح الصندوق.